كبشر بنشوف ان مجرد ان حد يجي علينا او يظلمنا والظلم ده يطول احنا نفسنا بنضيق، بنبقى حاسين ان احنا عايزين ناخد القصاص وناخد الحق دلوقتي وما يتاخرش، على الرغم انه اوقات كتيره بيطول، خصوصا ان الناس تبقى عايزه تبرد نارها. فدي من اكتر الحاجات اللي لازم الانسان بيبقى عايز يعملها قبل ما حد يقول له سامح. يعني انا بشوف ان الناس اللي بتيجي حوالينا كده وقت الابتلاء والشده يقول لك انت لازم تسامح، بقى اقول له اسامح ازاي؟ مش هقدر، انا لازم اخد وقتي عشان اتعافى، ولازم اخد وقتي عشان اخد حقي، وبعد كده هسامح. هسامح عشان خاطر نفسي انا في الاخر، مش عشان خاطر حد تاني. يعني كان الدكتور ابراهيم الفقي قال كلمه كده جميله قوي، واحد من الكتب الجميله بتاعته، يقول لك ان من احد اهم الطرق للسعاده هو ان انت تسامح، وعشان تعرف تحب انت لازم هتسامح، ولما يكون عندك الحاجتين دول هيكون عندك كمان يعني عطاء للي حواليك، هتقدر تدي في حياتك. ان التسامح ده حاجه جميله جدا، ولكن لما تيجي في وقتها، لان احنا كلنا لازم بناخد وقتنا في اي مشاكل بتحصل لنا واي ظلم بنتعرض له. واوعى تلوم حد على انه اخد وقت طويل، ان هو حس ان هو مظلوم او ان هو مش قادر يسامح بدري. يعني لازم هياخد وقت، ولكن انا بشوف ان التسامح لما يجي حتى متاخر فده برضه فطره انسان سليمه، ان هو خد وقته لحد ما يتعافى. ولكن بشكل عام أنا بشوف إن التسامح في الآخر أنا بشوفه قوة للإنسان اللي فطرته سليمة، واللي عايز يعيش في تصالح كده وسلام يعني نفسي في حياته، مش عايز يشيل من حد، مش عايز يبقى حاسس إن هو ضحية أو عايش في دور الضحية، عايز يخرج بره الدايرة دي كلها خالص، إن هو الموضوع ده خلاص يعني هيطلق سراح الماضي كده زي ما بيقولوا، هينساه وهيكمل في حياته. انت برضه مش هتكمل ضحية لآخر حياتك، انت لازم هيجيلك وقت هتتعافى فيه وتسامح عشان تقدر تكمل.